دائما الفضول الزائد عن حده بيؤدي إلى مخاطر كبيرة، خاصة إذا كان مرتبط بالأشباح والأساطير القديمة. في أعماق الجبال اليابانية وما بين الأشجار الكثيفة يلي بتمنع ضوء الشمس بيتخبى ما بينهم مصدر للغموض والرعب. بعد ما كان أفضل مكان ليرتاح فيه الناس ويترفهوا، أصبح هذا المكان بخافوا الناس إنهم يقتربوا منه حتى. حديثنا اليوم عن فندق في اليابان، فندق أولد تسوبانو. شو علاقته يا ترى بقضية اختفاء بنتين دفعهم الفضول لأنهم يستكشفوه؟ وكيف كان مصير أي حدا مثل هدول البنتين راح ليستكشف مكان زي هيك؟ كل هاد رح نعرفه اليوم، ولكن قبل ما نبدأ لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك للفيديو وتدفوا منيح، الجو كتير برد برا مو هيك؟ وبدون ما أطول عليكم يلا نبدأ قصتنا. بتبدأ كل الأحداث في عام 1996 في اليابان مع بنتين اسمهم ياشيكي ميغومي وتاكومي نارومي. هدول البنتين كانوا زميلات في نفس المدرسة يلي بتقع في مدينة اسمها هيمي. هدول البنتين كان عندهم فضول بلا حدود عن الأساطير والأشباح والقصص المرعبة، وبمرة من المرات يكونوا البنتين في حديقة اسمها كايامارو ويلتقوا بشخص بيحكي لهم عن هذا الفندق المسكون. وطبعا القصة أثارت فضولهم جدا وقرروا أنهم يخططوا ليزوروا هذا الفندق ويستكشفوه. وبالفعل تم التخطيط لأنهم يزوروا هاي المدينة يلي فيها الفندق في 5 مايو عام 1996. تم تنفيذ الخطة وتحركوا البنات على الساعة 9 الليل وتوقفوا عند سوبر ماركت ليشتروا فلاش وبطاريات مشان تساعدهم في هاي الرحلة، واتجهوا لحديقة كايامارو مرة كمان مشان يلتقوا بصديق ويعرضوا عليه انهم يجي معهم، ولكن هذا الصديق رفض قاطع انه يجي معهم. وكان هذا الحدث على الساعة 10، وبدأوا البنات انهم يتحركوا بسيارتهم على الطريق الوطني ليوصلوا للمدينة يلي بيقع فيها الفندق. وبالفعل وصلوا البنات لهاي المدينة على الساعة 11 وبعتوا رسالة لأهلهم يطمنوهم انهم وصلوا فعلا، ولكن بعد هاي الرسالة ما عاد حدا سمع عنهم أي خبر أبدا. ولكن بعد مرور يومين قرروا الأهل إنهم يبلغوا الشرطة بسبب إنهم شعروا بالقلق على بناتهم، وخاصة إنهم ما بعتوا لهم أي رسالة من هذا الوقت. ولكن لسوء الحظ كان هذا الأسبوع هو عطلة رسمية في اليابان، ولهيك صارت التحقيقات بشكل كتير بطيء. ولكن اكتشف الشرطة أثناء التحقيق إنه السيارة والبنات اختفوا الاثنين تماما بدون ما يتركوا وراهم أي أثر. وهذا اللي حير الشرطة ما بين أمرين: هل البنات صار لهم إشي وهم على الطريق، أو هم فعلا دخلوا للمدينة نفسها ووصلوا للفندق ودخلوا هناك؟ ولما نكون بنحكي عن قصة اختفاء صارت في اليابان، فأول إشي رح يفكروا فيه اليابانيين هو الأساطير. كلنا بنعرف أنه الأساطير هي مجرد خرافات ما بنؤمن بيها، ولكن بالنسبة لليابانيين هذا الاشي أكبر من هيك بكتير، وبالنسبة لهم الأساطير هو اشي حقيقي. وواحدة من الأفكار يلي آمنوا فيها هي إنه البنات انخطفوا من الجن. وهذا المعتقد أو الفكرة نشأت بسبب 2 من الأساطير في اليابان. الأولى وهي نوع من الجن اسمه جن تينغو، والثانية هي كاميكا كوشي. وافتراض شي زي هيك خصوصا في هذا المكان كان شي طبيعي جدا، لأنه هذا الفندق سمعته كانت جدا سيئة، حتى أنه الناس حكوا مواقفهم لما سكنوا في هذا الفندق، وكيف أنهم سمعوا أصوات غريبة، الأبواب كانت بتتسكر لحالها وكذلك الشبابيك. ولكن المعتقد الثاني اللي أنا بصراحة بعتقد أنه منطقي أكثر من الأشياء الثانية هو أنه البنات انخطفوا من كوريا الشمالية. وأكتر إشي بيشجع افتراض زي هيك هو أنه أصلا الفندق من بعد ما انهجر أصبح مكان بيستوطن فيه رجال العصابات، اختطاف، قتل أو سرقة أو مخدرات. أي حدا كان بيشتغل بأي نوع من هاي الأشياء كان بيستوطن هذا المكان، لأنه خالي ما حد بيجي هناك، وليش حدا حيفكر بكل عقله أنه يزور مكان زي هيك؟ وإذا بتتذكروا هاي الفترة مشابهة للفترة يلي اختفت فيها الطالبة ميغومي، ويلي كمان اختطفت من قبل كوريا الشمالية. ولكن يلي زاد القضية تعقيد هو انه بعد 5 سنين من اختفاء البنات، يعني في 2001 في شهر مارس، بتطبيق ياباني بيتيح للمستخدمين انهم يحكوا اي اشي بدهم اياه بدون اي قيود، وانهم يدخلوا كجست لهذا التطبيق. بمعنى آخر إنه ما في أي حساب معروف
هو لمين أو مين الشخص يلي حكى هذا الشي على هذا التطبيق. ظهر شخص وادعى إنه بيعرف وين مكان البنات وكيف اختفوا طول هاي الفترة، وصاحب البوست يلي نشر هذا الكلام حكى إنه في 1997 يعني بعد حوالي الاختفاء بأقل من سنة يمكن نقول بتبدأ الأحداث في مطعم صغير، لما كان صاحب البوست جالس في المطعم وبيحكي مع الموظفة عن قضية اختفاء ميغومي وصديقتها، ولكن للأسف كان بيحكي عن هذا الموضوع بصوت عالي شوي. فأجت واحدة من الزبائن وحكت له إنه يروح يتكلم مع حدا جالس في غرفة الطعام المجاورة للغرفة يلي كان صاحب البوست فيها. الشخص يلي كان في المطعم ما كان في وعيه بالكامل، ولما راح له صاحب البوست حكى له هذا الشخص: شكلك مهتم بقصص الرعب كتير، بدي أحكي لك إشي كتير مهم عن قضية اختفاء ميغومي، بس انتبه تخبر أي حدا وإلا رح أقتلك. حكاله إنه هدول البنات لما كانوا بيقترحوا على صديقتهم في الحديقة إنها تنضم لإلهم، سمعهم شابين وراحوا لهم وعرضوا عليهم بنفسهم إنهم يروحوا معهم لهاي الرحلة، والبنات وافقوا بدون أي شك. هدول الشابين كان معهم سيارة، وميغومي وصديقتها كان معهم سيارة، فميغومي ركبت مع واحد منهم واتجهوا للطريق، وناكامورا ركبت مع واحد منهم وأيضا اتجهت للطريق. ولكن كان في إشي بيدعو للشك شوي، إنهم مشوا بطريق غير الطريق اللي المفروض يمشوا فيه ليروحوا لفندق تسوبانو. وأرسل واحد من هدول الشباب ل3 كانوا بينتظروهم في جبل من الجبال اللي بتحيط بفندق تسوبانو، وكان مضمون الرسالة إنهم ينتظروهم هناك. البنات لما شافوا أن الأولاد بيسيروا في طريق غير الطريق اللي المفروض يمشوا فيه مشان يوصلوا للفندق بدأوا يشكوا شوي، ولكن حكوا عادي يمكن هم رايحين يستكشفوا مكان غير أو عندهم فضول في مكان تاني. ولما وصلوا كلهم هناك اعتدوا الشباب ال5 على البنتين، ولما حاولت ميغومي إنها تهدده بإنها راح تفضحه وتخبر الشرطة خنقها لين ما ماتت. صديقتها ناكامورا شافت هذا الموضوع، فطبعا أيضا خافوا إنها تخبر الشرطة فخنقوها وقتلوها هي كمان، وألقوا بجثث البنتين في مياه الصرف الصحي. ولكن أغلبية الناس ما صدقوا هذا الموضوع، لأنه كيف واحد مشان بس سمع حدا بيتكلم عن هاي القصة رح يفتح موضوع زي هيك؟ بس فجأة في عام 2014 يعني بعد مرور 18 سنة على القضية بيطلعوا 2 شهود وبيحكوا انهم شافوا سيارة ومتأكدين تماما انه يلي كانوا فيها هي ميغومي ونارومي، لانه هاد كان بيوافق نفس التاريخ والتوقيت. السيارة كانوا بيحاولوا انهم يرجعوا فيها لورا، بس بالأخير انقلبت بالبحر. ولما سألوهم قالوا لهم: طيب انتم حكيتوا انه السيارة كانت بترجع لورا بهدوء، ليش ما رحتوا نبهتوا البنات وقلت لهم انه عشان ما يطيحوا او تنبهوهم على المكان يلي وراهم؟ قالوا: نحنا لما شفنا السيارة بدأت انها تطيح قررنا اننا نهرب عشان الشرطة ما تشك فينا وتحسب يعني انه نحنا يلي خليناهم ينقلبوا بالسيارة. بس الغريب بالموضوع الشرطة صدقت كل حرف حكوه بدون ما يحققوا معهم، بدون ما يستجوبوهم، بدون ما يعرفوا هم مين أصلا، صدقوا كل كلمة حكوها. والشرطة ضلت هيك زي بلحظة من السكوت، بس طولت شوي. يعني بعد 6 سنوات قرروا إنهم أخيرا يتحققوا من الكلام يلي الشهود أدلوا بيه. وبالفعل لما بدأوا إنهم يتحركوا وراحوا للمكان يلي الشهود حكوا عليه، لقوا سيارة البنات بالبحر وجثثهم عبارة عن عظام متحللة. رح تحكولي كيف عرفوا انه هدول هم كانوا ميغومي ونارومي؟ اكيد يعني السيارات متشابهة، مش شرط يكونوا الشهود قالوا الكلام صح، فهم لقوا رخصة القيادة تبعت ميغومي موجودة بالسيارة. بس الغريب بالموضوع ليش الشرطة تحركت ببطء فظيع مثل هيك؟ ليش بعد 6 سنوات من الشهادة يروحوا انهم يتحققوا اذا فعلا هذا الكلام صار او لا؟ وليش الشهداء نفسهم اللي شاهدوا على هذا الموضوع قدلوا بشهادتهم راحوا بعد 18 سنة من القضية؟ أصلا كيف بيتذكروا شي زي هيك؟ أنا حتى ما تذكرت شو أكلت امبارح. بالأغرب من كل هاد الطرف الثالث يلي كان معهم، كان في بنت بأول القصة زي ما حكيت لكم هي يلي كانت رح تروح معهم، بس بالأخير كنسلت وكل هاد. هاي البنت وين اختفت وين راحت؟ ما حدا بيعرف عنها أي شي. هل الشرطة راحت حققت معاها؟ لا. وين هي؟ ما حدا بيعرف. حتى لو كانت مع البنات بالسيارة وإنها ماتت معهم، وين جثتها؟
يمكن تكون هي اللي قتلتهم. وبهيك تنتهي قضيتنا لليوم. اكتبولي بالتعليقات شو هي الأشياء اللي بتعتقدوها حول هاي القضية، شو اللي صار على البنات، أو شو الأشياء يلي مخكم حلل يعني هذا القصة أو الموقف أو الأحداث. إذا مهتمين بمحتوى قصص الرعب والأساطير لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة.